عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. معاك دكتور فارس نشأت. النهارده ان شاء الله جاي اكلمك عن مادة الكيمياء في ليلة الامتحان باذن الله رب العالمين. طيب مبدئيا كده هتكلم عن مادة الكيمياء باختصار وبفضفضة وبتفصيل وفي كل حاجة، من اول الكتب اللي تحلها او ايه اللي تحله، من اول المدرسين اللي تسمعهم، من اول الشرح، من اول الحل، من اول كل حاجة. عشان كده عاوز تكمل معايا الفيديو لحد الاخر. طيب اول حاجة كده عاوز اتكلم عليها، وحاجة نسيت اقولها في الفيديو اللي فات في العربي يا جماعة. كراسة التوقعات بتاعته او كراسة المفاهيم بتاعته اسف، لا تصلح ان انت تعتمد عليه كعربي. طيب الكيمياء ينفع في بعض الحاجات. عندك معادلات الحديد كلها موجودة، معادلات الفصل التاني كلها موجودة، عندك قوانين الفصل التالت معظمها موجود، والفصل الرابع قوانينها برضو معظمها موجود. العضوية مش هتفيدك قوي، طيب يبقى انت معاك ايه؟ دي ورقة مفاهيم تقدر تعتمد عليها، تقدر تعتمد عليها في الحاجات اللي انا قلتها لك دي بس. تمام، يعني معادلات الفصل التاني كلها موجودة، بتاعت السي او 2 السي او 3 بتاعت الاتش سي او 3، كل الكلام ده موجود، هتقدر تعتمد عليها. تقدر معادلات كاملة كل حاجة، الحديد معادلاته كلها كاملة وموجودة. تمام، السبايك وانواعها موجودين. فدي حاجات تقدر تعتمد عليها، غير كده انت ما تقدرش تعتمد على كده. طيب إيه انت حاجة افضل ليك؟ انت ممكن دلوقتي تقدر تنزل كراسة المفاهيم المواد وتبدأ انك تشوف. طيب انا دلوقتي اعمل ايه بقى في الحل؟ انت دلوقتي هيبقى عندك مثلا 3 ايام، هتحاول تقسم الدنيا. اول حاجه هتاخد مثلا اول 4 ابواب في يوم، اليوم التالت تاخد العضويه، اليوم التالت تحل قدر المستطاع شوامل بقى، تحل بقى نماذج استرشاديه، امتحانات سنين سابقه، ايا كان اللي ربنا يعينك عليه في الحل. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت انا هحل ايه وعرفت انا اسمع ايه. يبقى انت هتحل او هتراجع اول 4 فصول في يوم، هتراجع العضويه في يوم، هتبدا انك تحل شوامل. يبقى دي خطتك بالظبط في ليالي الامتحان. طيب احل من ايه؟ اسمع شرح من ايه؟ يفضل اللي انت تذاكر من الكتاب اللي انت بتذاكر منه على مدار السنه. بذاكر من كتاب كيمياء على مدار السنه مثلا الامتحان يبقى كمل عليه. طيب ما اجيش بقى في ليله الامتحان اجيب كتاب جديد ابدا ان انا اذاكر منه. انت دماغك اتعودت على شكل معين وعلى نمط معين، وعارف المعلومه دي في المكان الفلاني، عارف القانون ده في المكان الفلاني، بلاش تشتت نفسك. فالكتاب اللي انت بتذاكر منه طول السنه، حتى لو انت مش كاتب فيه معلومات بس انت بتذاكر منه طول السنه، نفترض بتذاكر من كتاب الوفن، نفترض بتذاكر من كتاب الامتحان، ايا كان الكتاب اللي انت بتذاكر منه كمل عليه في ليله الامتحان عشان التشتت، عشان ما تتلخبطش، عشان ما تجيش تقول يا دكتور فارس اصل والله بلاش هتندم. طيب تاني حاجه الا وهي ايه؟ الا وهي الحل بقى. احل ان ايه؟ حل لو انت حليت امتحانات سنين سابقه بص عليه، حليت نماذج السيرش بص عليه. طيب حليت دول وخلصتهم، انت بعد ما بصيت عليهم، طيب انا مش عارف اتلخبطت ليه، بعد ما بصيت عليهم والدنيا ظبطت معاك فيهم، حاول ان انت تبدا تحل امتحانات شامله على المنهج كله من اي كتاب بقى، كتاب الامتحان، كتاب من دي في ايا كان. حل قد ايه؟ حل 3 4 امتحانات شامله، حل السهل والمتوسط وسيب الصعب الاخر زي ما انا عودتك قبل كده والدنيا معاك ظبطت قبل كده. يبقى انت تحل من امتحانات سنين سوا ونماذج السيرش دي، والله خلصتهم اخش على امتحان شامله من اي كتاب. يبقى انا اذاكر وبعدين احل، اذاكر وبعدين احل. مفيش سماع شرح من الاول في ليالي الامتحان، مفيش سماع حاجه اسمها سماع توقعات، سماع اسئله مهمه، سماع تريكات، ده كله اسمع. غير كده تسمع شرح من اول وجديد بتضيع وقت. بس كده، وبالتوفيق ان شاء الله كل الطلبه. سلام.